في السياسة لا يوجد شيء عشوائي، كل قرار يحمل رسائل واضحة ومبطنة. قبل أيام أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتعليق جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما، واليوم خطوة أكثر خطورة. ترامب يعطي الضوء الأخضر لفتح تحقيق شامل حول المساعدات التي منحت العراق، كيف صرفت ومن استفاد منها. الحديث عن المساعدات الأمريكية للعراق يقودنا إلى ملف معقد ومليئا بالأسئلة التي لم تجد إجابات حتى الآن. مليارات الدولارات التي وضعت تحت عنوان إعادة الإعمار ودعم الاستقرار، لكن أين هي؟ لماذا لا يرى المواطن العراقي أثرها في البنية التحتية، في الكهرباء، في الصحة، في الخدمات الأساسية؟ تقارير دولية ومحلية تشير إلى أن نسبة كبيرة من هذه الأموال لم تصل إلى حيث يجب، بل ضاعت بين العقود الوهمية والمشاريع المعطلة، واستقرت في جيوب الفاسدين وأصحاب النفوذ. لا حديث هنا عن أرقام فقط، بل عن منظومة كاملة من الفساد الإداري والمالي جعلت العراق واحدا من أكثر الدول التي تتلقى المساعدات دون أن تنعكس على حياة شعبه. لكن الأخطر من ذلك أن هذا التحقيق قد لا يتوقف عن كشف الهدر المالي فقط، بل قد يطيح بشخصيات كبيرة، أسماء لم تكن يوما بعيدة عن المشهد السياسي، بعضها ما زال في قلب السلطة، والبعض الآخر ربما تراجع قليلا لكنه ما زال يمسك بخيوط اللعبة. الحديث هنا لا يدور عن مسؤولين صغار أو مقاولين مجهولين، بل عن شخصيات قد يشكل الكشف عن تورطها صدمة كبيرة للرأي العام وهزة سياسية غير مسبوقة. اليوم فتح هذا الملف لا يعني مجرد مراجعة حسابات، بل قد يكون مقدمة لعقوبات محتملة، ربما تقييد التمويل الخارجي للعراق، وربما تودي إلى إعادة النظر في علاقاته المالية مع الولايات المتحدة والدول الداعمة. محللون يرون أن العراق بات أمام اختبار حقيقي، إما مواجهة هذا الملف بشفافية ومحاسبة الفاسدين، أو الاستعداد لتبعات قد تكون أخطر مما يتخيلها البعض. الأسئلة الآن أكبر من مجرد تحقيق. هل ينجو العراق من تداعيات هذا القرار، أم أنه سيكون بداية لمرحلة جديدة من الضغوط والعقوبات؟